قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وردة كانت بتسجل في كورس ميك، لو سمحت املي الابليكيشن ده. وردة خدت منها الابليكيشن وبدأت تسجل بياناتها. في البيت عند عمر، يوسف وعمر كانوا عاملين مكرونة وبياكلوا بسرعة جدا. ولا بطل توقع الأكل، هوقع وانت هتمسح. ليه؟ هو انا شغال عندك؟ وروح هاتلي كمان كوباية مية. بني آدم مار. عمر قام علشان يجيب له مية، وفجأة جاله رسالة ورجع بسرعة علشان يشوف مين. الرسالة دي ليه؟ ما تفرحش قوي انك مرتبط. عمر ساب التليفون وهو متغاظ وراح علشان يجيب له المية. قولي صح، اتصالحتوا ولا لسه؟ قلتلك ما تتدخلش في الموضوع ده. ازاي؟ مش انتوا اتخانقتوا بسبب الاشاعات اللي طلعت علينا؟ فاشل وغبي. هي اكيد عندها سبب انها مش عايزة تقول لحد انكم مرتبطين. ازاي يعني؟ تقريبا بسبب نوران. نوران؟ هو انت ازاي مرتبط وغبي كده؟ ما تحترم نفسك بقى شوي. وفجأة ورد رن، فخد التليفون ومشي بسرعة وهو مبسوط. عملت ايه النهاردة؟ كل حاجة كانت هتبقى كويس، بس في الاخر اللي حصل ما يخطرش على بال حد. ايه اللي حصل؟ وقعنا في مزرعة بقر. ورد بتاع؟ لا ما كنتش اعرف انك بتقول نكت. مشيت ازاي؟ هو المشي بالعكاز مش متعب؟ عمر عايزك تاكل خضار كتير. سمعت انه بيستعب بسرعة. عمر هو انت ساكت وبتضحك ليه؟ عايزة افضل اسمعك كده على طول. بقولك صحيح عندي خبر حلو. ايه هو؟ بحب. وانت مش عندك خبر حلو ليا؟ وانا بحبك قوي يا ورد. وفجأة علي دخل عليه. ورد بره يا حيوان. وحدفته بالمخدة في وشه. سلام دلوقتي، تصبح على خير. وقفلت مع عمر بسرعة، وعمر قعد يضحك عليها. في الوقت ده يوسف كان بيبصله وهو بيضحك، وجا علشان يخرج لقى يوسف قافل عليه الأوضة. ايه ده؟ يوسف افتح يا يوسف، بقولك افتح. يوسف مردش عليه وعمل نفسه نايم. بقى كده؟ طب هتروح مني فين يعني؟ تاني يوم الصبح ورد راح المدرسة، بعتت لعمر رسالة: يا ريت ترجعي البيت النهاردة بدري، انت زي ابوكي اصلا. طب سلام بقى يا ماما، علشان انا مش عايزة اسمع النهاردة كلام ملهوش اي لازمة. طبعا ملوش لازمة علشان انتي مالكيش لازمة. يلا باي يا ماما، بابا، ربنا يصبرني عليكي وعلى اللي جاي. وفجأة ورد جالها رسالة: بس انا قدام. وردة اول ما خرجت لقيته قدام البيت، وطلعت تجري عليه بسرعة. عمر حبيبي، عامل ايه؟ شكلك خرجت من البيت بدري قوي، كان لازم تروح على المدرسة على طول. في المدرسة مش هتبقي معايا، بس انتي معايا دلوقتي. يلا خلينا نتمشى لحد الموقف. انا قلتلك انه خلاص ما عنديش مانع اقول له. لا انا مش عايزة اضغط عليه، خلينا نقول لما نكون احنا الاتنين مستعدين. تمام موافق. في المدرسة نوران راحت عند آلاء. استني. نعم. شنطتك كانت مفتوحة. شكرا. انتي منقولة هنا جديد صح؟ شفتك في شؤون الطلب. جديد. نوران بصت على الكارنيه بتاعها. اسمك آلاء؟ اسمك جميل جدا. آلاء ابتسمت وفضلت ساكتة. ونوران وآلاء ماشيين، ورد كانت ماشية قدام. ورد استنى. وردة أول ما بصت وراها اتصدمت لما شافت آلاء مع نوران، وافتكرت لما كلهم ضحكوا عليها في المدرسة، وآلاء كانت بتصورها وهما بيعملوا فيها كده. وشدت نوران من جنب آلاء ومشيت بيها بسرعة. ورد لنفسها وهي ماشية جنب نوران: هي آلاء بتعمل ايه هنا؟ دي زي في المدرسة، يعني هي جت هنا المدرسة معايا؟ طب ايه اللي خلاها تاني؟ مالك انتي تعبانة او فيكي حاجة؟ لا انا كويس. في اوضة المدرسين جلال كان بيصحح ورق الامتحانات، وريم بتبص عليه. في حاجة يا استاذة ريم؟ لا ولا حاجة، بس شايفة وردة واخدة امتياز. نعم. مش شايف انها درجة حلوة زيادة عن اللزوم؟ ليه؟ هو في سبب يخليها متجيبش امتياز؟ خيالها في الكتابة عن قصص الرعب كان حلو، والموضوع اللي هي كاتباه يخليها تجيب امتياز. وانا عمري ما كنت بفضل طالب على طالب، ده حقها. جلال كان متعصب جدا، وريم سابته وماشي. وعمر ماشي في المدرسة، نوران جريت وراه. عمر استنى. عمر لف وبصله. عامل ايه دلوقتي؟ بقيت كويس؟ الحمد لله. الحمد لله، كنت قلقانة عليك جدا. هتعمل ايه بعد المدرسة؟ كنت عايزة اتكلم معاك شوية بخصوص ايه. اتكلمي معايا دلوقتي، اصل المكان هنا مش مناسب. لا انا مش هكون فاضي بعد المدرسة. يعني ما ينفعش تأجل؟ اصل هو موضوع ما ينفعش اقول لحد عليه غير. في الوقت ده عمر افتكر كلام يوسف لما قال له ان وردة خايفة حد يعرف اللي بينكم بسبب نوران.
ما ينفعش خالص يا نوران، علشان خارج انا وحبيبي. هو انا ما قلتلكيش صحيح؟ وردة تبقى حبيبي، مش عارف ليه بس هي مش حابة نقول لحد، علشان كده مش عايزك تبيني انك تعرف. وليه بتقول لنا الكلام ده؟ علشان انتي صاحبتي من زمان، وسابها ومشي وهي فضلت واقفة مكانها ومصدومة ومش مستوعبة ان عمر قالها كده في وشها. في طرقة المدرسة وردة كانت ماشية، وأول ما شافت قلعي استخبت منها، وفجأة عمر جه من وراه وحط ايده على كتفها. يا لهوي، الكل هيشوف. عادي وفيها ايه؟ كان في شوية طلبة ماشيين وهو عمل نفسه ان هو بيعر. شكل عمر لسه تعبان وسند على ورد. ان شاء الله تبقى كويس في اقرب وقت. شكرا. ايه رأيك؟ شفتي عملت ايه؟ انتي مالك؟ حصل حاجة؟ حسك فيكي حاجة؟ لا ما حصلش حاجة. في البريك وكلهم متجمعين، وأول ما وردة قعدت لقت آلاء قاعدة جنب النوران. هي مين دي؟ دي آلاء معانا في نفس السنة، واتعرفت عليها وعزمتها تقعد معانا. ازاي؟ الحمد لله. حاسة شكلك مش غريب. انتي نقلة هنا بقالك كتير؟ صحيح يا وردة، انتي كنتي في انهي مدرسة؟ صحيح، انتي ما قلتلناش قبل كده. ايه، مدرستي القديمة كانت بعيدة عن هنا. صحيح انتي ما تعرفينيش؟ اصل كان معايا بنت اسمها وردة برضه، وانتي شبه. هو انتي كنتي معاها في نفس المدرسة؟ وردة بثقة. لا انا معرفكيش، ومش فارق معايا صاحبتك كانت شبهي ولا لا. نوران اتغاظت قوي منها. فهم. انا اسف. ايه يا ورد بتكلميها كده ليه؟ خلاص ملوش لازمة تكلميها كده. بعد اذنكوا هقوم علشان بطني وجعني قوي. وخرجت بسرعة وسابتها في الحمام. قالها كانت بتغسل ايديها ونوران دخلت عليها. انتي ما تعرفيهاش فعلا ولا عاملة نفسك ما تعرفيهاش؟ ما اعتقدش ان الميك اب بيغير ملامح الوش قوي كده. نعم. نوران سابتها وخرج. في المكتبة ورد اكيد ما عرفتنيش. الحمد لله يا رب اننا مش في نفس الفصل. اكيد محدش هيعرف طول ما انا مش قريبة منها. يا رب بقى، انا بيحصل فيا كل ده ليه؟ عمر دخل وهي قاعدة تضرب في نفسها. في ايه يا ورد؟ مين؟ ولا حاجة. تعالى اقعد يلا. بص انا جبتلك ايه. وطلعت علبتين فيهم ميداليات زي بعض. ايه رأيك؟ دول المرتبطين. بس كده المدرسة كلها هتعرف اول ما نعلق. ما احنا مش هنعمل كده الا لما نعرفهم اننا بنحب بعض. هنطول يعني. كفاية انها معاك، دي حاجة هتفرح. عمر بصلها بحب وفرح. اتكلمت مع باباك من ساعة اليوم ده ولا لسه؟ لا، انا عارفة انك زعلان مني، بس اعتقد انه هيبقى احسن لو اتكلمت معاك. انا مش عايزاك تندم على حاجة. حاضر. ويوسف قاعد يقلب على الانستجرام، شاف صورة صور وكانت داخلة مسابقة ملكات الجمال وواخدة المركز الأول. ويوسف وهو مصدوم، بقى دي واخدة المركز الأول على ايدي معفنة. وكمل تقليب لها صورة ورد. أيوة كده، هي دي اللي تستاهل تكس. ولسه جاي يصور لها حبيبة دخلت من غير ما تخبط، وهو خبى التليفون بسرعة. هي فين؟ وفتحت الدولاب وقعدت تدور على حاجة. بتدوري على ايه؟ الجاكيت بتاعي مش لاقياه. ماما شكلها حطته هنا. وفجأة الجبس بتاع يوسف وقع على رجليها. مالك في ايه؟ يا اخي منك لله، ريحته مقرفة، ما رميتهوش ليه؟ فيوسف افتكر ان هو شايله علشان ورد كانت مضياله عليه. ايه هو انت عايزاني ارمي الجبس اللي كان شايلني؟ ليه ما عنديش اصل زيك يا بيت؟ حتى لو عندك اصل يا ابو اصل، انت ليه حطه في الدولاب؟ علشان ده ذكرى جميل، يعني لما اكبر ده هيفكرني باللي حصل. هفتكر اللحظة الصعبة والمؤلمة اللي عشتها. ازاي عايزاني ارمي كده؟ ولا هو انت هبل؟ يا اخي منك لله، ده انا هروح اجبس رجلي من ورا الذكرى المؤلمة بتاعتك دي. استني يا حبيبتي، انت كويسة؟ طيب حبيبة ما ردتش عليه وسابته وماشي. واول ما خرجت رمى الجبس في الزبالة. عندها حق، ايه اللي انا بعمله ده؟ ورجع خده بسرعة وحطه في الدولاب. لا بصراحة مش قادر، خليه ذكرى برضه. وقعد على السرير وفتح التليفون ولقى نفسه عامل اعجاب على صورة ورد. ايه ده؟ انا ما عملتلهاش حاجة. تاني يوم في المدرسة، أول ما ورد دخلت الفصل كله رمى عليها زينة احتفال. خلينا نرحب بملكة جمال المدرسة اللي خدت المركز الأول في المسابقة. ايه؟ مين دي اللي فاز؟ لا أنا ما دخلتش نفسي. ما أنا اللي دخلتك صح يا ورد. ازاي يعني؟ وروني. وأول ما بصت في التليفون اتصدم علشان كسبت سارة في المسابقة. ايه؟ ازاي؟ مبروك يا ورد، كسبتي البنت المغرورة اللي اسمها سارة، وبقيت انت المركز الأول. ازاي وليه؟
ليه أنا اللكس؟ سمر حطت على راسها تاج. يلا قوليلنا حاسة بإيه بعد ما عملتي ضجة كبيرة على الإنترنت. وردة قعدت على الكرسي بتاع وخوف. يا شيخة منك لله، هعمل ايه أنا دلوقتي؟ في المدرسة عند سارة كانت داخلة بغرور. يشرفني يا جماعة إني رفعت راس المدرسة وبقيت في المركز الأول. صاحبة سارة بخوف. سارة هو انتي في المركز التاني مش في الأول؟ سارة بصريخ. نعم؟ ازاي يعني؟ مين اللي أمها داعية عليها اللي طلعت في المركز الأول؟ وشدت التليفون من صحابها ولقتها ورد. هو انتي؟ ده انتي يومك مش هيعدي. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.